قال عمك احنا فروخ زعاطير شنو مو بعينك؟ قال ايش بيك حجي ما سبيتك انا. قال لا بعد عمك احترم شويه ما يحترم. قال له عم ايش قلت لك؟ غير 2 زائد. قال لك انت تقول 2 زائد 6 4. قال له قال لك انا محسوب قلت 3 زائد 3 6. انا رجع هذا والله الساعه 8 قاعدين مطر اكو كان خفيف طفت الكهرباء بس عندهم. الشايب قلبنا قالوا لك ابوي ما شوف الكهرباء شو الواجب ضاوي بس احنا ندرس. ايش قالك حي الكهربائي هسه تجي. امه قالت تخاف امه ابوك ويقول لك الكهرباء شنو رايك امه؟ ابوك قال لك خايف امه جات امه جبت وين نجرب بس خليه يولي. راح 5 دقائق 10 دقائق لا هو لا كهرباء. قالت له يما شوف ابوك من ولده الفرق ما ادري ما تسجل معه. راح لقى ابوه هيك لزم له رق طق ملقط وهذا ابوه هيك طق ملقط وابوه شلون؟ وقع الزلمه. اجت المره يما قال تلبيس صار ساعه يرقص تعبان النوم. هم بعد قالت ابو لك لا تعبان النوم ساحب الكيبل. طلع من كل ساعتين يرقص. هذا يوم من الايام كان عندنا على ذكر المرحوم والد الله يرحمه. الله يرحمه. ذاك الوقت عندنا هذا مسجل اكايا بالرولات الاثنين خلى شريط. اي انا كنت طفل بصف الثالث ابتدائي رابع. ما بين عليك طفل. جيت ايش لقيت؟ الواد العماري الله يرحمه. مريت بمرحله الطفوله. صدق كذا. المهم خليته هو بدع بادي. وراء الابل سلطان النماقم نحالي خالق ببدلع جينا نبن قريبي سبلع هنا نببب اذا وانا مكسلطن. اجى ابوي قال ابوي ايش تسمع؟ شنو اللي بيب حلو؟ قلت له ابوي غير عبادي. قال لك يا عبادته قال بعدته شريط مكتوب. سوى هيك طلع انا وابناي طلع شريط مكتوب. حجي صارت عندهم فاتحه طلعوا 5 هو و4 وياه. هو خطيه يعود قال لهم اقول لك انا ترى ما اعرف اضغط انت مستغرب وانا شو راكب. قالوا لي وصلوا بعد ما واصلين صعب يا ابويا هو خطيه بالاخير يا ابويا يا ابا خطيه ويا ذول كل واحد راح له على واحده الفاتحه حتى يسكت. وصل للسرجة عرابه من لا قتاهوا بالعرابه. هذا ضل خطيه بواحد الحج يا ابويا يبوق قال زعم فتت غلط. يا ابويا الفاتحه موجود يا ابا كلش تعب يا ابويا ما حد يشككني ما حد. شلون صح؟ لو البدايه يمك كامل شلون الامور؟ هذاك شايب الجبنيه كلش حلوه. زين. يعني جميل بشكل سنين توجعها خذ السعدون شارع سعدون شارع الاطباء. من يروح ويجي بالشارع تيه واحد سرسر سكران يباوع عليه هو مو على بنت. قال حجي هو يسالك قال بعد عمك شو تروح تجي مضيع؟ قال لا والله اختك شوفها امور سبيل كلها ما لعبها. وصلنا واحد قال هنا دكتور ما ابو ضروس وجينا قال صديق كبير جاي منك هنا انا عند لسان ببركه اي وجع خوق لسان عليه طيب. قال خذ وجابك عندي مواسير مسلم. حجي فراش بمستشفى فجاءهم دكتور جديد اسمه لقب اسمه دكتور جورج. فصاح الفراش قال له حجي قال له بعد عمك. قال له حجاني جيتكم منقل وتعينت عندكم هنا برا مال كسور انا اسمي دكتور جورج. قال له يا اهلا ومرحبا اهلا وسهلا بك. قال كصيح الدكتور كمال. راح خطيه الحجي راح جوه ما لقى قال له صعد فوق دكتور كمال صعد فوق قال له لا ونزل دكتور كمال. المهم وصل الدكتور كمال ناسي الاسم ما جورج. قال دكتور كمال دكتور جورج يريده. الحجي عندنا مال اعشاب مال هاي طب الاعشاب
جاء سكران وهيك واقف صلح ظهره. يا استاذ الحجي قال يا ستار سلامات شو كانك رقم واحد اليوم. قال الحج البارح حسيت لي قول يا مال طحين وهسه ظهري وقف لا اقدر هيك لا اذنك. قال لا تخاف هسه اسوي لك حجامه وصير بخير. قال لا حجامه ودماري. قال يا زين اعطيك دين خروع لا بريحه تكتب. قال لك يا اخي تعيد امر مع الابريس. حجي يوميا يتعشى باكر. عقب باكر. اي عقب باكر. زين فيوم كله يحب الباكر مالكم مال غنم وهاي. في يوم من الايام صاحبه يوميا هو ايش قد عشاء يكلف 7000. صاحبه ايش قال له؟ قال له خاب تاخذنا وياك. جوعان. قال له خاب شوك لك باكر ذيك الباكر. اكلوا كملوا. صاحبه ايش قال له؟ واجه. قال له عندنا بس مخ. قال اجيبها. المهم حطوا وكلوا كم مره حاب الحج يتحاسب. قال له بعد عمك ايش كثر؟ قال له 35. قال له ايش؟ شايل لي اياه كلب 7. قال له ما حطيت لكم عوازه مخ. قال له كم خلينا مخ دكتور غير ما طلع. هذا موقف حقيقي. اكو ولد صديقنا اسمه محمد يقول ذاك الوقت كان الشرب مباح وهاي وكانت اكو طبيعه باليسكر. تعرف ممنوع. ايه طبيعه باليسكر اول ما يجي على ابوه ايام مفجراتك شايفهم. يقول خطيره هذا جاي سامي شعره بيقول جيت لقيت الفرع مالتنا دربونه هيك. ابو سامي قاعد برا وعمه يابا شكو قال له والله جابك ولك سامي شعره ويربي طش راسي ما ادري انا مغشمر عليه مطي مسدس. قال له صديق كذي ما راح اطب له. محمد سامي ايوه يطبك كذا. لا عليك يا اخوي انا محمد ها تفضل. قلت له سامي صديق كذي بعمك وابوك بالدربونه والناس تضحك عليه والجهال والنسوان بالبيوت مال الجواري ايش بيك؟ يقول هو مخلوا البطل هاك وبروا المسدس هنا. يقول لي محمد اشرب يقول احنا بالبيت وما حد يانا. اشرب. يقول قلت له عم اشرب شرب. يقول شربت. قلت له اقول لك عيب عمامك يا صديق كذي. اشرب بعد. يقول ابشر. يقول لا تقول ولا اقول لك 6. يقول طلعت للناس من تاني وعلي يحكي يا شامي يوم شق. الحجي راح اشتري سمكه سقف. شايفين انتم الكوره مال السمك قاعريه. بعد عمك اللي يكون سمكه هالطول كيلو ولا 3 كيلو واحد يكون محمصه. قالت تدلع حبيبي خلها السمكه. وين خلاها؟ الهواء هيك. خلى السمكه هناك. ايه الهواء هيك. راح قال اقول لك بعد عمك ما تجيب السمكه ما تخليها هناك والهواء هيك. قال عمي صدقت شنو كان اخذها قدام النار. غير تشتري شوي كان قال له ابدا سلم. فقر كلش فقر. الولد من اول ما بالولاده مالته امه توفت عنده 9 اصابع طلع حيج خطيه بس. اي 9. امه ماتت ابوه ورا سنه مات. اخوانه راحوا سفر مدينه كلهم ماتوا. كبر كل شيء ماكو شغل. صاحبه قال له 6 انا الله ساعدك بدك سافر. قال له اي والله ماكو غيرها خله سافر قاعد بالطياره واحد بصفه هاي فوق جبال العلم. كاتب جاهم قال لهم اخوان عندنا مشكله واحنا ما ردنا نوصلكم اياها بس بعد قدام الامر الواقع. عندنا ثقل بالطياره ودبينا الجنط كلها وبعد رادنا 200 كيلو فلازم 2 ينتحرون حتى تضحيه الباقي. قال شعله. قال عم نسوي قرعه احنا 2 سووا طلع بينا الفقر. اي قال شنو بنفسي انا منهزم. قال له انا ماكو اذا بقينا معم ما راح يصير حزوره. اذا عرفتوها اسمع نفسي ما عرفتوها غيري. انا صاحبي بدينا كم اصبع قالوا 20. قالوا لا شوفوا هاي ايش قال؟ قالوا 9. قال له صاحبي سوى طلع عنده 11 اصبع هنا طبق. جاي يتمشى على رصيف بالليل بس يا رصيف مال خط السريع. بجوا طلعوا له جماعه منتهين ضوء بدنا فلوسك طاب خطيه اللي قال فرصه عبر الشارع مال السريع. هو نعم
ابن الله ادري كان نزلت من خوشيه تحت بكومه بالبار. لا كانوا قرايبهم عنده مزرعه، فاليوم كانوا قال خلي نروح يمن نتغدى هناك 24 ساعه يحكي النبي. فرحنا اكو شغله غريبه دجاج كل شيء مشروب بس اضطراب. قلت لك ما شاء الله هذا الدجاج مالتك شو تاكله؟ هو شايب شايف قال والله ما رب العالمين نعمه. يحصل قال له زين طعام طيب هذا الطعام قال وانا صايم رجال معه خطيه 2 رجلين منه مقطوعات بتر وعلى عربان هذيك، فعنده وسطيه على السريع اجى السكران محمل تريلا قاطره مقطوره سلفت 2 طحين ضبط شلون؟ المهم طبق طب سيارة نزل حج رصيده و5 لا بعد عمك دلل طاح راح شغل السكران ما اشتغلت السيارة رجع الحج قال حج بلك ايدك وياي قال لا والله لو عندك حمل اسحبك يا كيف موقف حقيقي بالله العظيم. عندنا ولد صديقنا تحياتنا الى فاضل ابو عباس خطيه هذا اول ما تزوج اول 6 سنين ينولد له طفل ويتوفى بالله العظيم. محلفينك يقول كاظم يقول ذاك اليوم السادس يقول يعني متحضر يقول شاء له خطيه الطفل اخذوا الخداج يتوفى يقول انا اخذت رقم الدفان يقول خابرته قلت له اخوي حضر لي قال شنو ليكم شنو كبير صغير قال لا عم ابني لا اله الا الله. المهم اخذ دفنه كمل قلت انت شنو راجعت دكتور منا عارفه خاف علي اتابع مرتك قلت له شو تسوي امر الله يقول من ديت ايدي على الفلوس قال لا يا عمك انت صرت معمل ها خلي علي ورا اخذ تعرفون الفواتح من يقعد الضيف اول ما يقدموا لنا القهوه اجى الحج قعد جاب القهوه الله بالخير الله بالخير عليه صباله شرب سوى عليك يعني كافي قال بعد عمك وعاش ايدك اقول لك شنو المرحوم هم صباله باو علي هم قال هاي مشكور شرب قال له رحم الله والديك عاش ايدك اكد على الرشوه جاي تشوف الطالع قاعد يسولف عن الطاف قال بعد عمك تريد نرقص لك يا واحد صيدلي بس شنو خطير النار كله سكران فدرت بالصحه قالوا هذا سحب الشهاده منه ايش ظل لي سيديات تعرفون انتم هذا الصيدليين تروح تقول له هذا دبره يقول لك تريد هندي تركي تريد بديل مثلا هيك فقال لي عقاص جاء واحد قال له السلام عليكم حبيبي قال له عندك قرص خضر قال عندي كبسول سعد بن جابر اذا قال ابن ضاع فراح الواحد حج يصيح يعني للضعف ضايعين وهذا يا حج ابني يلحق لي راح ورا ما السوق وقصر ساعتين قال عليك الكلاب بس اخذ مواصفات والله والدي لا فرخ جاهل لابس بزاشه مغلمه يجيبنا والله 5 ساعات ماكو هذا كتب نفس السكارين يا ابوي يا ابوي قال بعد عمك الدنيا غروب احنا شو بيتنا مليان فروخ ضايعه اعطيك ولد قال لك 3 ايام لحد ما لقى ابنك ماشي حالك انت صديق عندنا مال الملابس بشكل القطه يركب فوق حتى وراها نكتب يمكن قاعد يسوق تاكسي وجاء عقيب مال مرور مناظر نازله شواق بهمك الكبرهم قال اطبق سياره تعال جاء الحج قال له حج غرامه 30,000 قال له ليش بعد عمك شو مسوي؟ قال له ما لابس حزام قال له يكون عمك كان لابس دجاج شو اللي خليه ابو مزر عبود زياره لاعب كان لاعب كرة قدم كبار العمر اخذه واعتزل فسووا وياه لقاء احدى القنوات الفضائيه الرياضيه قالوا اليوم لقاءنا مع الكابتن المعتزل الكبير عبود زياره يا هلا مرحبا بكم فضائياتكم الرياضيه سألوا هاي الاسئله التقليديه بداياتك ما وصلوا الى فقره اجمل هدف تعتز به
قال له استاذ كابتن عبود اجمل هدف تحتز به؟ قال لي اجمل هدف قورت على سويسرا بمال العالم العسكري. كان جمولي وعمو بابا. قال له ما شاء الله مقور على سويسرا. قال لي اجمل هدف بعمر كله. الواد ليش اسولف بيه؟ قال له ما شاء الله ايش قد فزتوا؟ قال له لا ليت خسرنا 9-1. قال له علي من معترض خسرنا 9-1 المن معترض مناسبة اللي بطفي السكران صديقه سافر للصين هم من نقول ايه منم ظل يوميا خابره. ها حبيبي شلونك؟ شلون الصين وياك؟ قال له والله حرجتني يعني تخابر اكثر من اهلي. شنو انت معدنك؟ اثبتت لي انه انت فعلا اخ. قال صدق كذي معود الدنيا شو باخذين منها المهم سلامتك. قال له شو تؤمرني اجيب لك هديه من الصين؟ قال سلامتك بس سلامتك. قال له لا راح اجيب لك قندره. قال خير ومدت ايده. المهم اجى راح له يسلم عليه. شاط هذا قال له تباوسوا. قال له يا اخي انا اسف جدا من شفتك تذكرت القندره. قال شنو؟ قال له نسيت. قال معود صدق كذي شافتك 900 قندره. عبود قاعد هو وصاحبه يباعون على التلفزيون فطالع السيرك العالمي وهذا لازم شعله واحد هيجي نار. هذا قال احنا نشبيكم يلا نقريز ولك بني ادم تطلعون منه نار. عبود قال خاب انت ايش مالك؟ انت شايف شلوب؟ تعلموا منه هاي اللعبه. قال له شلوبنا هذا. قال له خاب من ينفخ خاف اقول لك كيلو وين يحط؟ قال له خضر واليابس. قال له شلوب؟ قال له اي شلوب ايش حق بالك؟ قال له ايش بيها اسوي؟ قال له خرب بيتك غير شرب بنزين كله ومات. قال له شو تعبني منه؟ شباب العلم تعبني منه شرب بنزين كله ومات. شلون بتعبني منه؟ اذا شرب الباب. ابو مزير سبق انه وهنا عبود كسلان ذبحوا له وياه كسلان بالدراسه. ف بالامتحانات النهائيه جاء المعلم قال له ابو مزر محضر؟ قال له لي كله ما نايم واقرا الصبح. قال له 6 زائد 1. قال له راح اسيلك واريدك تجاوبني. قال له اشعل. قال له 6 زائد 1. قال له وين السعال؟ اسال. قال له حج 6 زائد 1. قال له ايه اسال. قال له يابا هو السؤال 6 زائد 1 اسال. قال له انت ليش ما تنشدني غيرك؟ قال له سعلك. قال له يابا 6 على 1. قال له يطيحون حظه ويكسرون لك الشر. قال له خدرات ودك كذب صار ساعتين. لا مناسبة هذا اللي يموت ابو مزر كبير عمامه خابروه قال له يابا فلان توفى. يا يابا يا ابوي ما شو راحوا ودفنوا. راحوا 4 سيارات بالرجعه رجعوا 3 والسياره خابروه قالوا له يابا فلان ترى انقلب ومات يا وسفه. رجعوا للنجف دفنوا. هاي كل الرياكشن رجعوا ثاني يوم الفاتحه واحد احترق ما ادري شنو هم وياهم مات. ولك شنو بالضبط كذا هم مات. رجعوا سووا شادر جديد وهم بالرده هم انقلب واحد ومات. رجعوا دفنوا قاعد يدفنون كمل الدفان قال له الله يجعله خاتمه الحسن. قال له لا بعد عمك دقيق عمو اخوتنا وولد اخوي اللي يريد يموت خليه يموت هسه احنا مو ما عندنا شغل وعمل رايحين ورادين. اللي يريد يموت خليه يموت هسه ما كنا بعدنا قنبله. شنو بينزل هذا؟ حجيه صاعده بمنشاه رايحين محافظات. فالمنشاه ما اعرف شلون السائق انقلبت المنشاه طاحت بحضن واحد كان مهند التركي الممثل وهي عجوز طاحت بحضنه. الناس اجت ظلوا يخلصون خطيه ينقذون ذول المصاويب. وصلوا الحجه قالت ما انا ما اقوم الا يجي المرور والتخطيط. استاذ ياسر وشبعنا ضحك. احكي لنا بالضبط. لا ذاك موقف ما اقدر احكي. لا عليك ذاتي. لا ذاتي يعني ذاتي لا تحكي؟ مال حيدر. لا خليه يحكي بشرف. عبالي. لا تحكي بشرفك مال حيدر. هذا بيان المحد. اي بيان المحد. يعرف ياسر كنا بالصيف تقريبا بالاشهر هاي الحاره ماكو حلوه اكو يصير معتدل الجوله نلعب احنا وكل يعني ولد وبنات بالمي. واحد يشمر على الثاني مي. وهذا حيدر اجى واحد هيثم سعدون عازف كمان تحياتنا. اي جاب مي عفوا يعني بيسيان شو مر على ماجد خيس. اي شنو خيس؟ اي بين قوسين ايش قال؟ هذا شو مر علي اليوم وين يروح؟ اسمع صوت وين يروح اليوم؟ ما يطلع. المهم بقى يدور قال نجيب لي اياه هيثم شريط انطي. قلت دورت هيثم اختفى. انا رحت كرم السامي الحمامات مال الاساتذه مال القسم مال معهد الفنون. رحت لقيت كل البيبان مفتوحه بس باب مسدود وهيثم يغني جوه. ركض قلت له ما اقدر اركض. هيثم بالغرفه
لك غرفة نفرح معنا واجد بالتواليت. انا وانت حقك بعد روح. راح هو ما جاء، طلع مكرم السامح من نفس الحمامات سيان، ظل يخبط وبس هو الباب الوحيد المسدود وجاه. كانوا هي دفره وهي اخذها من ماجد، طب طلع مدير شؤون الطلبه 20 حلوه. طلع سوى في قرار فصل، قال له كسان انت شمرت الاسيان ليش تقول اسمك؟ اقول لك ابو مزير حج عبود ابنه اشترى له موبايل، هو شو معرف الرجال، قال له هذا الموبايل رقم 1 عم خزعل، رقم 2 عم شلوب، رقم 3 خاله ما ادري ياهو. قال له وشلون بس وسال واحد وياهو؟ قال له يدفع بال رصيد ب 25، هو ما يعرف رصيد يوميا يحكي ساعتين. الفصل مال البيزا من لميتوه ايش كثر طاحت على كل زلمه خلص الرصيد ما يدري. ذاك اليوم قال له شوف شلوب والله رقم 2. الو طلعت له الشركه البنيه رصيدك غير يا منهن هلا بعد عمك يا يسرى نسد التليفون ايش مال هاي جيره بقصتك خاف ما عرفتني رقم 2 شلوب. الو رصيدك غير كاف خاف يسربك الشقه وابوك وينه؟ طينه يا ابوك سدته. قال له يا شلبي يا بنت الشلب صاحبته قالت تعالي ولك خابريها شوف هاي بنت داسه بيها حال ويا الشقه. داست طلعت له قالت له لا ابوي هاي الشركه تقول لك رصيدك غير كافي. قال لا هاي بنت ترى تريد تنسق وياي شافت تمد قالت انت هذا صار ساعتين تريد تنسق وياي. لا حجي عنده وكاله كبار وبنات عنده وكاله الحجي مع المواد الغذائيه من الفجر 6 الفجر 3 العصر ما ضايع الا جلاس جيمر وضايع صاير هنا. جاء واحد مايع هلا قال هلا وستين هلا بعد عمه ابوي حلاجك. قال له حجي عندك دجاج؟ قال هو يا ما توسع قال له عمو بلد احمد برازيلي. قال حتى كورونا عندي. شال له دجاجه طاهله سوى الولد خلى اصابعه جواز نحاته. قال له عمو يسفني اقول لك هذه برازيليه كندي. قال ها ولا ابو تصيبعاتك اصبر يمكن نفوخهم غير المكان. اطلع دجاجه فل نسوي هيك اخاف تزعل والله العظيم اذا اقول لك هاي مو برازيلي هاي هولندن. لا قال له والله هو طالع ما بايج. راح جاب له وحده طالع قال له هاي. قال له عمو اخاف تبسطني اذا قلت لك مو برازيلي هاي انجلتري. قال له بعد عمك ما شوف من